وسعدتم أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائل الأثرياء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. استهلوها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. حركة تجراي الشعبية الديمقراطية تتوصل إلى اتفاقية مع الحكومة الإثيوبية. ورشة عمل حول عروض الزي التراثي ومهنة التطريز. مزارعي وحداد يعبرون عن نجاح الاستعداد المسبق تمهيدا للخريف. روحاني يتعهد بمواجهة المسؤولين الأمريكيين. روسيا تقول أن محادثات السلام الأفغانية في موسكو تأجلت. أمريكا والمكسيك تتفقان بشأن نافتا. أهلا بكم للتفاصيل. توصلت حركة تجراي الشعبية الديمقراطية اليوم 18 من أغسطس الجاري في العاصمة أزمرة إلى اتفاقية مع الحكومة الإثيوبية لمواصلة نضالها بالطرق السلمية. وحضر اللقاء من جانب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وفد الجمهورية برئاسة مسؤول الأمن القومي الفريق آدم محمد، ومن جانب حركة تجراي الشعبية الديمقراطية رئيس الحركة السيد مكونن تسفاي. الاتفاقية التي توصل إليها الجانبان تدعم عملية السلام التي تشهدها إثيوبيا بدخول حركة تجراي الشعبية الديمقراطية إلى إثيوبيا من خلال مواصلة العمل السياسي بطريقة سلمية. وتم تأجيل البحث في قضية مصير القوات المسلحة التابعة للحركة، ولمزيد من التشاور حول هذه القضية سيتوجه وفد من أعضاء الحركة إلى أديس أبابا. نظمت في 25 من أغسطس ورشة عمل تساعد على تطوير عروض الزي التراثي ومهنة التطريز لعكس الثقافة والهوية الوطنية بتقييم الثروات المتراكمة وتنظيم قوة بشرية كفؤة. وفي الورشة التي شارك فيها مسؤولي مفوضية الثقافة والرياضة والمصممين الناشطين في المجال والمبدعين في فن التطريز والأزياء وعارضات الأزياء، أوضحت الأوراق البحثية المقدمة بأن فعاليات المجال ومع التأثيرات الراهنة كانت تعكس الثقافة الغربية، ولم يتم تطوير المهنة نتيجة لتدني نظرة وعي المجتمع. ودعا الخبراء الذين قدموا الأوراق البحثية إلى العمل الجاد لتقديم الأنشطة التي كانت تقام في المناسبات على المستوى الفردي، وذلك بتجمعهم على شكل جمعيات المشاركة عبر جهات معينة. وألقى مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمن الداخلية كلمة أوضح فيها بأن عروض الزي التراثي ومهنة التطريز الوطني التي بدأت منذ نصف قرن كانت ضحية مؤامرات ومخططات المستعمرين التي جرت لمحو ثقافة وهوية الشعب الإريتري، متمنيا لتطوير أعمال تبرز جمال الثقافة والهوية الإريترية في المحافل الدولية والإقليمية. عبر مزارعو مديرية حقات عن نجاح 80% من مزارعهم بفضل الاستعدادات المسبقة التي قاموا بها تمهيدا لموسم الخريف. وأوضح خبير تنمية المزروعات في مكتب الزراعي بالمديرية السيد عامر مألو أن الأراضي الزراعية في المديرية تبلغ مساحتها 18118 هكتارا، وتمت زراعة 16148 هكتارا، أي ما يعادل 89%، مشيرا إلى أن هطول الأمطار الغزيرة رفع من آمال المزارعين والخبراء الزراعيين. وفي التوضيح الذي قدمه السيد عامر أشار إلى زراعة 12206 هكتار بالدخن و3535 هكتار من الذرة الرفيعة و406 هكتار من الفول السوداني، داعيا المزارعين إلى المتابعة اللازمة لمزارعهم والتشاور مع الخبراء الزراعيين لحل أي إشكاليات تحدث لتلك المزارع. كما أفاد بأن بذور الدخن الأبيض المزروع بضحية شبق في 481 هكتارا بلغت مرحلة الإثمار. من جانبه قال خبير الهندسة الزراعية المهندس مرهوي تسفاي أن أنشطة حفظ المياه وحماية التربة التي نظمت بتنسيق قوي في موسم الصيف الماضي في كافة مناطق المديرية. في غضون ذلك أوضح مراسل وكالة الأنباء بأن وزارة الزراعة بالتنسيق مع شركائها قدمت 120 كنتالا من البذور دعما لمزارعي عد عمر والجناق المحتاجين، مما أدى ذلك إلى دور رائد لتشجيع المزارعين وتوسيع الأراضي الزراعية.
قدمت دعوة في مديرية قنا لتعزيز الجهود الجارية من أجل ارتفاع فهم ومعرفة المواطنين عامة وخاصة التبرع الطوعي للدم. وفي اللقاء الذي أجراه رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين للدم السيدة هيلة ولد برهان مع أعضاء الجمعية والمهنيين الصحيين ورجال الدين والأعيان، أوضح فيه أهمية الاستعدادات الجارية لإنقاذ الحياة وتنمية بنك الدم عند وقوع الحوادث ووضع الحوامل، مشيرا إلى ضرورة مشاركة الجميع على هذا العمل النبيل. من جانبهم قدم المشاركون آراء وتوصيات بناء من ضمنها توفير بنك الدم في كل إقليم وامتلاك الأعضاء كروت عضوية وتنظيم لقاءات مستمرة مع الطلاب وإجراء دراسات وبحوث فيما يتعلق بالزمان والمكان لإجراء التبرع الطوعي للدم. إلى فاصل قصير مسمى وفيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن تتغلب حكومته على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، قائلا أن المشاكل الاقتصادية في إيران بدأت عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على بلاده. وقال الرئيس الإيراني أن المسؤولين المعادين لإيران في البيت الأبيض سيرون أن العقوبات ستفشل وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وتأتي هذه التصريحات فيما تنظر محكمة العدل الدولية دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران. وتقول هذه الدعوة أن العقوبات الأمريكية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني تمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين عام 1955، ولم يصدر رد علني حتى الآن من الولايات المتحدة التي سترد رسميا بحجج شفهية. وستستمر الجلسات الشفهية التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت ستستمر ل4 أيام على أن يتم اتخاذ قرار في غضون شهر. قالت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وافقت على تأجيل محادثات السلام المتعددة الأطراف المزمعة في موسكو، والتي كان من المقرر أن تضم حركة طالبان، وذلك بعد طلب من الرئيس الأفغاني أشرف غني. وكانت روسيا قد دعت 12 بلدا وحركة طالبان إلى محادثات سلام في موسكو في 4 سبتمبر. ورغم قبول الحركة للدعوة فقد رفضتها حكومة كابول بدعوى أن محادثات السلام مع الحركة يجب أن تقودها أفغانستان. وقال مسؤول كبير في مكتب الرئيس الأفغاني لرويترز أن الرئيس تحدث إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لتسوية الخلافات وضمان إجراء المحادثات مع طالبان في وجود الحكومة الأفغانية. وقال الرئيس الأفغاني أنه جرى اتخاذ قرار بتأجيل اجتماع موسكو لمزيد من التحضير ولكي يكون فعالا حتى تديره وتستضيف الحكومتان الأفغانية والروسية معا. اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا، مما يضغط على كندا للقبول بشروط جديدة في تجارة السيارات وقواعد تسوية النزاعات كي تظل جزءا من الاتفاق الثلاثي. وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات وتعززت الأسواق المالية توقعا لأن تنضم كندا إلى الاتفاق بنهاية الأسبوع، مما سيخفف عدم التيقن الاقتصادي الناتج عن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلقاء اتفاقية العام 1994. وامتدت المفاوضات بين الشركاء التجاريين الثلاثة لأكثر من عام، مما ضغط على البيسو المكسيكي والدولار الكندي اللذين ارتفعا أمام الدولار الأمريكي بعد إعلان يوم أمس الاثنين. وقال المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستا فيرلاند أن كندا تعتزم بمواصلة التفاوض، لكنها لن توقع اتفاقا جديدا ما لم يكن جيدا لها. وختاما في هذه النشرة، شهدت مدينة جابيونغ الكورية الجنوبية أمس الاثنين حفل زفاف جماعي في المركز العالمي للسلام بمشاركة حوالي 4000 زوج من 64 دولة. كما انضم إلى الحفل عبر الإنترنت 28,000 زوج آخرين من خلال بث مباشر. وأكد القائمون على المشروع أن الهدف هو تشجيع الناس على تكوين عائلات مقدسة.
وقد شهد الحفل حضور كبير من قبل أبناء المدينة باعتباره حدثا ثانويا ويحظى بدعم كبير من أبناء المدينة الكورية. والعام الماضي أيضا تزوج نحو 4000 من 62 دولة في كوريا الجنوبية في حفل زفاف جماعي أقامته كنيسة الوحدة. يذكر أن أعداد النساء في كوريا الجنوبية الرافضات للزواج يتزايدن عاما بعد عام، مما جعل البلاد تملك أدنى معدل الخصوبة في العالم. بهذه الأخبار نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.